صباح الخير، صباح الأمل، صباح التفاؤل. ما تيجي بينا نعمل الكيك المويست التحفة ده، كيك بالشوكليت كده طعمه وهمي ومكوناته سهلة وبسيطة، ويلا نشوف هنعمله ازاي. في الخلاط أنا ضفت كوباية من اللبن، عليها كوباية من السكر، عليهم 4 معالق كبار من اللبن النيدو، وعليهم كمان 4 معالق من الكاكاو الخام اللي هو غير محلى. انصحكم تستخدموا الكاكاو الاسباني، وانا ضفت عليه كده كيس من النسكافيه علشان يعزز الطعم. ومعايا كوبايه الا ربع من الزيت، زيت بقى نباتي، او لو حابين تضيفوا نص الكميه زبده وزيت تقدروا طبعا. وهنضرب الكلام ده كله كويس ضربه محترمه في الخلاط. انا عايزه اعمل صوص اقتصادي، فهستخدم الكلام ده كله وهضربه ضربه محترمه في الخلاط، وهنرجع نشوف القوام بتاعه. ده القوام بتاعه كان تقيل سيكا كده، انا رجعت خففته بشويه من اللبن. المهم هاخد كوبايه كده او نص كوبايه ونحطهم على جنب عشان يبقى الصوص بتاع الكيك. وفي بوله بقى ضفت كوبايتين من الدقيق، عليهم كيس من البيكنج باودر ورشه ملح، وضفت الخليط بتاعي اللي احنا عملناه الصوص اللي طعمه حلو ده من غير اي حاجه. وعندي 3 بيضات وهضيف عليهم فانيليا. طبعا الصوص ده طعمه حلو من غير اي حاجه، طالما الكاكاو نفسه جودته كويسة ونوعه كويس، ما بيديش بقى مرارة وما بيديش طعم مش حلو، بالعكس بقى طعمه حلو جدا. هضيف بقى ذرة كده من الفانيليا. تقدروا بقى طبعا تضيفوا، انا دايما بحب اضيف مع الكيكات معلقة صغيرة كده من الخل، بتفرق كده في الهشاشة بتاعة الكيك. تقدروا طبعا تضيفوا. هقلب كويس بالويسك او بالمضرب او في الخلاط حتى. هحطها بقى في القالب ده، هي الكاميرا فصلت في الوقت ده. المهم انا حطيتها في القالب وكنت رشه كده من الكاكاو ودهنه زبده. هسيبها 25 دقيقه 30 دقيقه وهتطلع بالشكل ده. هنسيبها بقى لما تبرد تماما تماما ونقطعها مع بعض. صباحه كده صباح الروقان مع كوبايه شاي كده الصبح بحليب او قهوه، او بتحبوا تاكلوها مع ايه، وضيفوا الصوص القمر ده. واوعدكم ان انتوا هتدوقوا احلى كيكه شوكليت بطريقه سهله وبسيطه ومكونات عندنا كلنا. تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو ده، ما تنسوش تعملوا لايك وشير.